حكي أنه صدام حسين له ابن آخر مخفي. نعم. وربما يهيأ أو يلعب دورا في قيادة حزب البعث. هل هذا صحيح؟ هل لك أخ آخر لا نعرفه؟ يعني أولا بيت صدام حسين من عندهم أخوة ما يتخلوا عنهم، مو لو عندي أخ بس أجيب لي 20 أخ أنا راح أشكرك وأكون سعيدة أنه لقيت له. راح أحكي لك شيء سمعناه من الوالد، والوالد من عنده ابن رئيس صدام من يخاف؟ يعني إذا رجل عنده ابن يخاف أنه عنده ابن؟ يخفي عن الصحة ليش؟ يعني مدى أشوفها منطقية الموضوع هذا صحيح؟ في أحد السنين كانت بالتسعينات ممكن 93 92 94 حوالي نجتمع كالعادة مثل ما ذكرت لحضرتك مع الوالد على الغداء. كان لغط يعني من هالنوع. الوالد يقعد برأس الطاولة واحنا نتوزع يمين ويسار. هسه كأنه مقابيلي من ده يحكي. قال يا أولاد، دار على والدي يقول لها ساجدة، هو ما يقولها والدي يقول لها ساجدة. أنا عندي 5 أخاف فد يوم يظهر شخص يقول أنا ابن صدام حسين، أنا عندي 5 وعددنا بالأسامي هدي قصي غدرنا حلا. أنا ما عندي غير ذول ال5. تعرف كرئيس دولة أجهزة مخابراتية يوصلوا له معلومات قيل كذا قيل كذا. هذه من الوالد مو تكهنا مو نقلا عنه. يعني لما سألتني أكو أشياء أقول لك ما سمعتها الله أعلم، أنا هاي سمعت وكل خواتي وأخوتي وأمي وكلنا. إحنا الأشياء اللي لفقت علينا كعائلة كثير هاي من ضمنها. يا ريت بس ابن أختك فلانة وأنت زايحتها عن الساحة، أسماء غريبة عجيبة بحياتي ما سمعتها. وبعدين كل فقاعة تنتهي. يعني لو عندي أخ أو أخت هم شنو يعني شبح؟ قالوا ولد صدام حسين إذا موجودين عندهم اسم ومكانة والناس تعرفهم. بعدين كانوا عايشين بالعراق ماكو ناس تعرفهم هيجي. يعني نمنا قعدنا يعني اكو ولد العدي واخت الي وولد الابوية، يعني مو هالشكل يا جماعه. حتى موضوع عدي ابنه يعني الذي طبعا مو صحيح، غير صحيح. احنا مشكلتنا لكن السيده لديها وثائق يعني وظهرت على التلفزيون برفقه هذا الشخص. يعني هسه اسهل شيء تحصل على وثيقه ضدنا. اسهل شيء اي عدو ينطيك اي وثيقه تريدها ضدنا. نعم. لانه احنا بطلنا دوله والساحه مال الاخرين، فمو صعبه الوثائق يعني تنحط الوثائق وتتزور. فهذه الاشياء اني صرت انزل على الصفحه الرسميه اللي حاليا تويتر فقط. هناك صفحات كثيره لكن كلها ما تعود الي. نعم.